شكري بالعيد. أريد أن أسألك عن أداء الأحزاب السياسية، يعني مقابل النهضة ومقابل التكتل ومقابل حزب المؤتمر من أجل الجمهورية، من هو الحزب القادر على أن يواجه هذا التكتل إن صح التعبير أو هذه الترويكا؟ هناك تفكك حتى داخل ما تعرف بأحزاب المعارضة. سيدي الكريم، فيما يتعلق بترويكا لا وجود لها، هنالك حركة النهضة، أما التكتل وحزب المؤتمر فهي أحزاب منتهية، يعني أحزاب ديكور. بالنسبة للساحة السياسية التونسية هي بصدد التشكل الآن، لذلك هي في حال ديناميكية. هنالك جبهة واسعة تقدمية بصدد البناء والتشكل من 11 حزب من عديد من المستقلين. هنالك أحزاب ليبرالية بصدد التجمع والتشكل والتهيكل في جبهات. أنا أقدر وأتصور أن المرحلة القادمة ستشهد انبعاث 3 أو 4 جبهات. اليوم بعد تجربة انتخابات 23 أكتوبر وبعد النتائج الكارثية لهذه الحكومة والفشل الذريع وبعد التراجع الكبير الذي شهدته شعبية حركة النهضة بعد أن وظفت الدين والمال السياسي، هنالك وعي بضرورة توحد القوى التقدمية والقوى الديمقراطية لتقديم بديلها للحكم. وأتصور أن الأيام القادمة ستفضي بأسرارها وتعلن أسرارها في هذا الجانب. اليوم المسألة ليست مسألة حزب. تونس لا يمكن أن تحكم وأن تدار في قادم الأيام على المستوى المتوسط إلا بتآلف وتحالف جبهوي واسع يحقق ويقوم على أساس أهداف الثورة: الحق في الشغل، التنمية الجهوية العادلة، ربط مناطق الداخل بالشريط الساحلي، سياسة خارجية متوازنة تقوم على احترام مصالح شعب تونس وعدم الارتباط والارتهان بالريع النفطي وبلدان الديكتاتوريات الخليجية. كذلك منوال تنموي يتجه للاستثمار في الداخل وأحداث التراكم في الداخل، الاعتماد على كفاءاتنا وإطاراتنا وكوادرنا، عدم تحويل التونسيين إلى رهائن. اليوم رجال الأعمال رهائن عند حركة النهضة، الإعلاميين حولتهم النهضة إلى رهائن، العديد من القوى حولتها إلى رهائن. اليوم النهضة تفتح الملفات في حكومتها ولا تريد أن تسوي أي ملف، تفتح الملفات وتجعلها معلقة لابتزاز المجتمع. لذلك أنا أتصور أن المسألة ليست كما كانت 23 أكتوبر. الحراك الاجتماعي قوي، ما يسير في سيدي بوزيد هو مؤشر، سبقه في القصرين وفي تالا، سبقه في جندوبة وفي بوسالم وفي صفاقس الأيام القادمة وفي مدنين وفي العديد من الولايات وفي العاصمة أيضا. هنالك حركة احتجاج وسعة النطاق تتنامى في البلد وترفض أن تخضع لمنطق ولمنوال ولحكم يعيد إنتاج الفساد والاستبداد. اليوم الخارطة السياسية هي بصدد التشكل، والصراع الحقيقي هو بين من ينحاز المطالب الثورة ومن يريد أن يعيد إنتاج السائد فسادا واستبدادا. طيب